السلام عليكم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ النهارده هنعمل مع بعض احلى واسرع صينيه جلاش ممكن تكون حصلت. مش هتاخد منك سمنه ومش هتاخد منك وقت، وكمان هنعملها بدون عسل وبدون شربات. يعني من الاخر موفره معاكي من كل الجوانب. ويلا بينا دلوقتي نشوف هنعملها مع بعض ازاي. ومعايا هنا لفه من الجلاش. طبعا انت لو موجود عندك في الفريزر جلاش متكسر او متقطع او في اي حاجة، هيبقى هو ده المطلوب في الوصفة بتاعت النهاردة. بس انا عشان مش متوفر عندي في الفريزر، فانا جايبة لفة زي ما انتوا شايفين كده. هطبقها رول واقطعها بالسكينة زي ما انت شايفة قدامك كده. تمام. وبعد ما بقطع الرول قدامكم كده زي ما انتوا شايفين، بقوم في الفيلاه بقى كده افككه كده من بعضه. وعايزين تسيبوه على كده ماشي، عايزين نزود فيه كده التقطيع بنقطعه كمان اكتر، مفيش اي مشكلة. وبعد كده بجيب بقية اللفة بتاعت الجلاش واقطعها زي ما انا قطعت كده الاولانية. وبكده نكون قطعنا كل الكمية بتاعت الجلاش، اللي لفة الجلاش اللي موجودة معانا بالشكل اللي قدامك ده. عايزة تسيبيها شرايط كده مفيش مشكلة، عايزة تقطعيها قطع صغيرة كده زي ما تحبي. بس انا حبيت ان انا اقطعها قطع صغيرة كده عشان لما اجي اطلعها من الصينيه اطلع القطعه اللي انا حباها، كبيره صغيره، بتطلعي الحجم اللي انت عايزاه بدون ما بتستخدمي السكينه. ودلوقتي انا جبت معلقتين كبار من السمنه وسيحتهم على النار. ممكن تحطي معلقه سمنه ومعلقه زبده، معلقه سمنه ومعلقه زيت. يعني بصي، في الماده الدهنيه دي مفيش حاجه الزاميه، يعني تقدري تحطي الحاجه اللي انت حباها. ودلوقتي هدهن الصينيه اللي هعمل فيها الجلاش. وبعد كده نحط الجلاش بقى اللي احنا قطعناه كله في الصينيه. سوي بقى الصينيه كده، ما تخليش فيها اي فراغات. الطريقه بتاعت الجلاش اللي احنا بنعملها دي طريقه ممتازه جدا وسهله جدا، يعني مش هتاخد منك اكتر من 5 دقايق. يعني لو جالك ضيف كده على غفله وحبيتي تعملي له حاجه مسكره ومميزه في نفس الوقت، تقدري تعملي الطريقه بتاعت الجلاش دي. ممتازه جدا واقتصاديه في الوقت واقتصاديه في المكونات، والطريقه سهله لدرجه ان اي حد ممكن يعملها. ويا ريت حبايبي ما تنسوش تدعمونا باللايك، واللي اول مره يشوفنا اتمنى ينورنا بالاشتراك. ودلوقتي هنجيب السمنه اللي معانا اللي احنا مسيحينها، وناخد بالمعلقه كده ونوزع السمنه كده على وش الجلاش. رشرشيها بقى كده، رشي السمنه كده عشوائي كده يعني. وبعد كده قلبي الجلاش كله، قلبيه ببعضه زي ما بتقلبي الرز كده. هتبصي تلاقي السمنه اتغلغلت في الجلاش كله، يعني كده. ولا ورقنا ولا حطينا طبقه او طبقه ولا اي حاجه خالص، هو منه لنفسه كده مع نفسه. هتبصي تلاقيه كله بقى متغلف بالسمنه. وهو مش هياخد منك سمنه كتير، بياخد منك سمنه بسيطه جدا. يعني معلقتين السمنه الكبار اللي احنا واخدينهم ومسيحينهم وبنشتغل منهم دلوقتي، هيتبقى منهم كمان اقل سمنه بتكفيها. وبعد ما قلبنا الجلاش كده مع السمنه، بعد كده بتساوي الوش بتاع الجلاش بظهر المعلقه كده، ما تخليش فيه حتت مرفوعه عن الصينيه عشان خاطر ما تحرقش معاكي. خلي الوش كله كده متساوي عشان ما فيش حاجه تتحرق منك. وبصي كمان، دي السمنه اللي اتبقت معانا كمان. ودلوقتي هندخل الصينيه في الفرن على درجه حراره 180 الرف الوسطاني. اول ما تلاقي الاحراف بتاعه الصينيه احمرت كده، تعرفي ان الارضيه كده خدت لون. لو الوش في الوقت ده لسه ما خدش لون، تطفي من تحت وتولعي الشوايه على الهادي وتقفي جنبها لحد ما تاخد لون. ودلوقتي هنعمل التشريبه اللي هنسقي بيها الجلاش. التشريبه عباره عن كوبايه من الحليب وكوبايه كمان من الميه، وهنزل عليهم بمعلقتين كبار من السكر. وبعد كده معانا هنا الكاستر، معانا كاستر هنا فانيليا، هاخد منه معلقتين 2 كبار واضيفهم على الحليب. واقلب بقى كله كده مع بعضه كويس جدا من قبل ما نرفعهم على النار. وبعد ما بنرفعه على النار بنسيبه كده يغلي غلوتين، طبعا مع التقليب. احنا عايزينه يبقى خفيف مش تقيل. تمام كده. بعد كده بناخده وهو سخن، ويكون الجلاش لسه طالع سخن هو كمان من الفرن. والجلاش طالع معانا سخن لسه من الفرن واخد لون جميل جدا. هنجيب التشريبة ونسقيه بيها، يعني الجلاش يكون سخن
والتشريبه كمان معانا اللي هو الكاستر يكون هو كمان سخن، ونسقي الجلاش. وبعد ما بتنزلي بالتشريبه كلها بتمسكي بقى كده الصينيه بقماشه، وتحاولي ان انت ترجيها كده بالراحه عشان التشريبه تتوزع على الجلاش كله. وبعد كده هنسيب الصينيه كده قيمه 5 دقايق او 10 دقايق بس كده. وبصي بعد ما بتسيبيها كده حوالي 5 دقايق ولا حاجه، شايفه الطبقه الفوقانيه بتبقى عملت قشره كده. في الوقت ده نقدر ان احنا نزوقها بقى باي مكسرات موجوده عندنا. ولو حابه تاكليها كده من غير ما تزوقيها مفيش اي مشكله، هي طعمها جميل جدا. بصي بقى انا عندي هنا شويه من جوز الهند، هنزل بيهم هرشهم كده على الجلاش من فوق. وعندي شويه كمان من الشوكولاته كده كريسبي، هنزل بيهم. وحلوه قوي على كده. ودلوقتي بقى حبايبي هقول لكم فايده تقطيع الجلاش. اولا بيوفر علينا ان احنا نفرد الجلاش ونحط رقات سمنه ما بين كل واحده وواحده. وكمان عندك التشريبه بتاعه الكاستر، الجلاش بيمتصها بكل سهوله. بص بقى كده يا قمرايه، احنا هنطلع قطعه كده هنا، ولا هنحتاج سكينه ولا هنحتاج اي حاجه. احنا يا دوبك نحدد القطعه اللي احنا عايزين نطلعها ونقوم مطلعينها على طول، وهتطلع معانا بكل سهوله. وهنا بقى نقدر نقول ان الجمال عدى الكلام. عايزه بقى تسميه جلاش بالكاستر، جلاش سريع التحضير، عايزه تسميه المسخسخه، وممكن كمان تقولي فطيره الجلاش بالكاستر. كل المصطلحات دي شغاله على الوصفه اللي احنا عملناها النهارده. واستنونا في فيديو جديد، واترككم في رعايه الرحمن.